أسلمت وجهي سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فنرحب بالحضور الكريم وإخواننا من أهل المدينة وبعض الوافدين عليها لحضور هذه المحاضرة لشيخنا وعالمنا الفاضل الجليل الشيخ عبد المالك رمضاني الجزائري نزيل المدينة النبوية. فنحمد الله عز وجل أن وفق لهذا اللقاء وأن جمعنا فيه، ولا شك أن الذي جمعنا فيه هو يعني طلب العلم والحرص على الانتفاع وطلب الفائدة وإرضاء الله عز وجل، وهذا كل من السبل التي تقرب إلى الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل يبارك لنا في هذا الحضور وفي هذا الجمع وفي هذه الكلمة التي سيلقيها الشيخ إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل ولا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا اللقاء الكريم الطيب من المسؤولين المحليين كرئيس الدائرة ورئيس البلدية ومن ينوب عنه في تسهيل الإجراءات القانونية لتحصيل هذه الرخصة، وقد كانت بالأمس ويعني تم أيضا يعني إكرامنا أيضا برخصة هذا اليوم ويساهم من الأمور جزاهم الله خيرا. كما نشكر يعني مسؤولين عن شعبة جمعية العلماء المسلمين على سعيهم، ونشكر أيضا الإخوة الذين سعوا في تنظيم الأمور كل بقدر وسعه وقدر جهده، والفضل دائما وأبدا يبقى لله عز وجل. وقد كانت هذه المحاضرة مقررة ليوم الأمس، لكن لظروف يعني قدرها الله عز وجل يعني تأخر الشيخ بالخروج من تونس، فمن الله عز وجل علينا أن وافق أن تكون محاضرة اليوم، ومع أن الشيخ له ارتباطات كثيرة فالحمد لله حمدا كثيرا. وبارك الله فيكم جميعا، ونعيد هذا ونكرره. وحتى لا نطيل نترك الكلمة للشيخ الفاضل فليتفضل بما جاد الله عز وجل عليه مشكورا وجزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنني أعتذر لكم على ما حصل من تأخر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. كما أنني بعد شكر الله عز وجل الذي سمعتموه وهو المتفضل بكل خير، وهو الذي هدانا لهذا الإسلام الذي جمعنا على هذه المائدة العلمية، وهو الذي هدانا إلى السنة التي حبب الله تعالى بها قلوب بعضنا إلى بعض. نسأل الله تعالى أن يتوفانا على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه. ثم
ثم إنني بعد ذلك أتقدم أيضا من جهتي بالشكر الجزيل إلى الدولة الجزائرية ممثلة في إدارة مدينة سدراتة، عمره الله تعالى بالتقوى والعلم، وعلى رأسهم رئيس البلدية ورئيس الدائرة وكل الإخوة الذين ساهموا في هذا اللقاء، لأنه لقاء علمي وهو أعظم اللقاءات التي تكون بين الناس. أسأل الله عز وجل أن يقوي همتنا العلمية لتعلم هداه، وأن يهدينا للعمل به إلى أن نلقاه. وقد اخترت لكم لعنوان هذا اللقاء ما ربما قد سمعتموه، ألا وهو جناية الخوارج على الإسلام وأهله. لا يخفاكم معشر الحضور الكرام أن ديننا دين جميل، بل هو أجمل دين على الإطلاق، بل لا دين سواه. إذ الله تبارك وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد أكمله الله تعالى لنا إذ شمل جميع مناحي حياتنا، فلا يحتاج المرء إلى أي منهج ليدير حياته ويستقيم عليه حتى يسعد في الأولى وفي الأخرى. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد شهد أعداء هذا الدين وهم شهود عدول في هذا، شهد كثير منهم بأنه دين جميل، دين شمل حاجات الناس لا نقص فيها، لا من الناحية النفسية ولا من الناحية الجسدية، لا من الناحية المعنوية ولا من الناحية الحسية. وقد قدر الله لي في إحدى الأيام أن استقلت من الطائرة من هذه البلاد إلى بلاد تونس، وكان بجنبي تونسي وبجنبه صديق له إيطالي الجنسية بروتستاني الديانة، وكان كبيرا في السن. فلما رآني قال: أريد أن أتكلم معك قليلا. قال: لعلك كما يظهر عليك من المسلمين المطبقين. قلت له: أرجو ذلك. قال: عندي بعض الأسئلة، فسألني عن مسائل في الخمر وغيرها وعن حكمة تحريمها فأجبته، لكن وضع الشاهد حتى لا أطيل عليكم: هو عاش في الجزائر برهة من الزمن، يذهب ويجي، وكأنه تذمر من بعض لباس التبرج عند النساء، وفي الوقت نفسه لباس الحجاب الذي رآه في الجزائر أدخل على قلبه السرور. قال: لي شيء في دينكم أعجبني جدا. قلت: ما هو؟ قال: الحجاب. قال: هذا شيء عظيم، ويعطي المرأة قيمتها ويسترها حيث ينبغي لها أن تستر عن أيدي السفهاء، وهذا شيء جميل في دينكم. قال: نحن في بلدنا المرأة تظهر في أبشع صورة من صور التبرج. قالوا: هذا أمر غريب، إذ تراها امرأة متزوجة وتخرج من بيتها متجملة جمالا يجعلها مطمعا لكثير من الرجال، مع أنها يقول هكذا خلقت لرجل واحد، فكيف تخرج متبرجة؟
هو ما فهم هذا، لكنه فهم حكمة تشريع الإسلام الحجاب، فتأملوا هذا الكلام. كما أعرف رجلا من كبار القسيسين أعجبه في الإسلام أن المسلمين يحفظون القرآن صغيرهم وكبيرهم، الشاهد منهم الطفل، المرأة والرجل. قال فيستحيل ويخاطب قومه، يستحيل أن يتحرف هذا الكتاب وأهله يحفظونه. قال وأنا سألت أهلي من النصارى، ومنهم أيضا من النصارى من قال يعجبني في دينكم أنه ليس بينكم وبين الله ربكم وسائط، تدعون الله مباشرة، ونحن لا ندعو الله إلا عن طريق القسيس، فهو السبب الواصل بيننا وبين الله والواسطة حتى يغفر لنا. قال وأما أنتم تدعون الله عز وجل، ما عندكم ذهاب إلى ضريح تقول يا سيدي فلان أعطيني، نجحني، زوجني، ارزقني الولد، أعطيني الوظيفة، كل ذلك عندكم غير سائغ، وهو من موروثات أهل الشرك. ما عندكم أحد يذهب إلى سيدي فلان يقول في قبره أتوسل بك إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهلم جرا أشياء كثيرة في الإسلام كلما رآها الراعي انتفع بها ودله ذلك على أن هذا الدين هو دين الله الحق، ولكن تقصير أبنائه في الاستقامة عليه وفي الدعوة إليه. هذا الذي قد يشوه الإسلام، وإذا شوه الإسلام جنى أهله عليه. وهذا موضوعنا جناية الخوارج، وهم بعض المسلمين الذين حرفوا دين الله تعالى إذ ما فهموا كما فهموا أسلافهم فحرفوه وشوهوا صورته ونفروا كثير من الخلق عنه. وانتم ترون اليوم كيف يلعب الغرب بهذا الدين إذ يستغلون هذه الفرقة لتشويه الدين ولكي يعمموا حكمهم ظلما وزورا أو ظلما وجهلا على الإسلام والمسلمين، فيقول هذا هو الدين، دين شراسة، دين فتنة، دين دماء، ليس دين أخلاق، ليس دين هداية، ليس دين تنوير البصائر وبيان طريق الجنة. هذا اليوم يحصل بقوة، ولا يخفاكم ما يحصل الآن في العالم الإسلامي. لا يمكنني أن أعدد عليكم ما يحصل، لأنه كما قيل تكاثرت الظباء على خراشي فما يدري خراش ما يصيد. تبكي على سوريا، تبكي على العراق، تبكي على اليمن، تبكي على تونس القريبة، تبكي على ليبيا، تبكي على مصر. على ماذا؟ كل ذلك تحطيط من الكفار الأنجاس الأرجاس، مستغلين بعض فرق الضلالة من تسمية الإسلام حتى ينفروا كل من يفكر في الدخول في الإسلام من هذا الإسلام. الجهاد من دين الله، السياسة من دين الله، كما أن العبادة والأخلاق من دين الله والمعاملة من دين الله. ديننا شامل الحمد لله، لكن الفهم الذي قد يصيب وقد يخطئ هذه مشكلتنا. ليست مشكلتنا أن ننكر يعني يكون ديننا قد جاء بالسياسة التي تسعد البشرية تدخلهم الجنة. ليست المشكلة في الاختلاف على مشروعية الجهاد. الجهاد فريضة عظيمة وعبادة شريفة، لكن أفسدها من أفسدها ممن يدعيها بغير حق. الجهاد الروابط، لإصلاح الروابط
جاء نبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الخوارج هي الفرقة الوحيدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة كثيرة وحذر منها شد التحذير، وأنتم تعلمون هذا. أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما تحذر منه، إذ ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير الأحاديث. لما جاءه رجل فقال بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وزع بعض غنائم حنين، الغنائم التي أتته وزعها، فأعطى بعض كبراء قريش ولم يعطي غيرهم أو لم يعطي بعضهم. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤزه الشيطان إلى سوء الأدب أزى، فقال: يا محمد اعدل فما أراك تعدل. نسأل الله العافية. خطاب لمن لا ينطق عن الهوى للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية. وقال: والله في رواية: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله. يطعن حتى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قسمت المال في وجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الكبراء طمعا في إسلامهم، لأن الله تعالى جعل لهم نصيبا من المال من مال الزكاة. وسورة التوبة: المؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها، الآية. فجعل لهم نصيبا بحكمته الدعوية عليه الصلاة والسلام، ووكل أمر أصحابه إلى ما في قلوبهم فأغناهم الله بالإيمان عن ذلك المال. لكن سيء الأدب والذي يتحلب حب الدنيا من لسانه ما رضي بهذه القسمة النبوية العادلة الحكيمة فطعن فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حديث صحيح يا إخوان في البخاري ومسلم لا نقاش. وصح أيضا من رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار. إذا قال تحقرون صلاتكم وصيامكم، يعني يخاطب من؟ أفضل من عبد الله بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم إذا قارنتم صلاتكم بصلاتهم احتقرتموها، وإذا قارنتم صيامكم بصيامهم احتقرتم صيامكم، لأنهم أهل عبادة في الظاهر، يقرؤون القرآن أي يحفظونه حفظا كما يحفظ أحدكم سورة الفاتحة، ويقرؤونه قراءة مؤثرة جدا على مر التاريخ. عرف المسلمون المقرئين الخوارج أنهم ما استمع إلى المستمع إلا جذبوا إليهم قلبه وسلبوه. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا لا يجاوز حناجرهم. حفظهم القرآن حفظ حنجرة ليس حفظ قلب. هكذا قال البخاري رحمه الله عليه: حفظ القرآن بحناجرهم تلوك ألسنتهم، لكن ما وقر في قلوبهم ما فقهوه، ولذلك يفسرونه تفسيرهم الباطل. غزالة الخارجية هذه كانت امرأة عجبا في العبادة، بل كانت تتحدى الحجاج بن يوسف وتحمل السيف وتقول: يخرج إلي أبارزه. ونذرت إلى الله عز وجل لتصلين في مسجد الحجاج، مسجد مدينة الحجاج الكبير، صلاة الصبح بسورتي البقرة وآل عمران، ولتخطبن فيه. فجاءت بالجيش جيش الخوارج ودخلت المسجد
في ليلة مظلمة، وجاء العسكر الحجاج وخبروه فما خرج، ووفت بنذرها إن صلت في الركعة الأولى بسورة البقرة كاملة، وفي الركعة الثانية سورة آل عمران كاملة، ثم قامت على المنبر وخطبت، نسأل الله العافية. وكانت من شر الخوارج، تريق دماء المسلمين كما يريقها جماعتها. فذكرت لكم هذا المثال لبيان عبادة الخوارج حتى لا ننخدع بعبادة القوم لو وجدوا، ولا ننخدع بقراءة لو وجدوا، لأن أمرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله عليه: كثير من الناس لا يعرفون الخوارج في أول أمرهم، فإذا فعلوا عرفهم الناس. تأملوا هذا. كثير من الناس اليوم يقولون هؤلاء شباب عندهم غير عن الإسلام، رأوا حرمات الله تنتهك فغضبوا لها. كثير من الناس يقولون هؤلاء الدول المسلمة هي التي عاملتهم بقسوة فخرجوا على الناس بقسوة. كثير من الناس يقولون هؤلاء يحبون الدين فقط، هم جهال يعلمون، يخففون من جريمتهم، زعلوا. وهكذا أمور كثيرة تنسج لأجل التخفيف من أخطاء القوم، لكن إذا استمعت إليهم سلبوا قلبك حقيقة. دولة الإسلام، خلافة الإسلام، الرجوع إلى الخلافة الراشدة، دفع الظلم، مرجع كرامة الناس من هؤلاء الحكام الطواغيت كما يقولون: نحن نقاتل جميع طواغيت الدنيا وكذا إلى آخره. زخرف قول الذي لا يعرفهم ولم يقرأ تاريخهم يمشي معهم. كم من شبابنا ذهبوا إلى مواطن الفتن وشاركوا وأراقوا الدماء وهم لا يعرفون أن كل دم يتعلق به يوم القيامة. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة بدمه ينزف ويحمل معه ويأخذ معه من قتله، فيقول: أي رب سل هذا فما قتلني. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين زمان على الناس لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. مسلم يقتل مسلما، وفي كل مرة يزعمون أنهم سيقاتلون اليهود ويخرجون فلسطين، ويقاتلون الصليبيين، ويقاتلون المجوس الذين يفسدون في الأرض إلى آخره، لكن جل أعمالهم لا تخرج عن دماء المسلمين تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. رواه البخاري ومسلم. تأملوا هذا الحديث وطبقوا على ما ترونه اليوم. كم من مسلم قتل في داعش وكم من كافر قتل. اجعلوا بينهما مقارنة سترون البونة شاسعة. مع ذلك يقال خلافة إسلامية، ويقول رجل منهم: إني وليت عليكم. من ولاك؟ تقول: إني وليت عليكم. كلمة قالها أبو بكر رضي الله عنه: ولاه الأنصار المهاجرون جميعا، نعم خيار الناس هم الذين ولوه رضي الله تعالى عنهم، وكان أحق بها وأهلها، وهو خير صاحب تبع نبيه. والله المسلم يقول: إني وليت عليكم. كيف وليت وأنت أخذتها عنه بالقوة وما استتب لك الأمر، وبدأت تنحر المسلمين كما تذبح الخرفان، بل وتقصر الرؤوس وتصور، مع الأسف تحز الرؤوس حزا كلمة بخون خرفان، نسأل الله العافية، وتصور. يؤتى بالرجل المسلم يحرق بالنار شر قتلة، يموت شيئا فشيئا، ويدعون العامل أن ينظر. تأملوا هذه الشناعة. ويقال دولة الإسلام، هذه دولة الإسلام يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. رواه البخاري. كيف يعذبون بالنار؟
عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. رواه مسلم. هذا لو فرضنا أن قتلهم حق، فكيف وهم على تأسيس ضلالة من أول خطواته؟ ويأتي الساذج أو الذي يستعملنا سذجا ويقول: كيف تواجهون هؤلاء وهم وقفوا في وجه طواغيت الدنيا الغرب وغيرها، بل في وجه الكفار الذين هم أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتركونهم عن أقل المسلمون يعملون مقارنة ليخدعونا. والله العظيم لو تمكنوا ما تركوا المسلم على وجه الأرض إلا ذبحوه، إلا من يكون على شاكلتهم في الفظاظة والشراسة وما إلى ذلك. أبدا تاريخهم معروف يا إخوان. اليوم ترون، أنا أقول من فضل الله تعالى علينا أنهم لجأوا إلى هذه الأساليب الوحشية، إذ لو لم يفعلوا لانخدع بهم أكثر البشرية. إن العقلاء يشوف الرؤوس تحز وتصور، متى كان الصحابة يحزون الرؤوس؟ وللعلم هم يستدلون ببعض الأحاديث وبعض الآثار في هذا، ولا يصح شيء منها أبدا. لا يصح شيء من أن أفضل ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم القتال حز الرؤوس، لا يصح شيء من هذا. تعلقوا به، إنما هي الشراسة التي تدفعهم إلى هذا، والحقد على الخلق. ولا يعرف صاحبهم لا بعلم ولا بتزكية علماء. نحن جاهلين نتبع الناس المجهولين ولا ندري. نحن نعلم بأن الكثير منهم أو الأكثرية مسلمون منحرفون شر الانحراف، لكن لا ندري عن بعضهم أو كثير منهم أنهم ليسوا مسلمين، وإنما هم متسللون في أوساطهم للزيادة في تشويه الإسلام. وأمارة ذلك أن الغرب ساكت عنهم، وقد كان من قبل يبحث عن الواحد من الإرهابيين كما يقولون، واحد من اثنين يطلعونه من جحر، لو اختفى في الجحر طلعوه. واليوم آلاف مؤلفة منهم يسكت عنهم. بأي فكر سنكون أغبياء يا إخوان؟ لذلك نحن نحذر من هذا. الزموا غرز أهل السنة والجماعة، الزموا غرز العلماء. العلماء ما يكفيهم شر، ما يكفيهم الخير. هؤلاء لا يمكن أن يقال فيهم طلبة علم، فكيف يقال فيهم علماء؟ ما يعرفوا شيء من دين الله إلا الشيء القليل. تدفعهم الحماسة، هذا ليس مسوغا لهم أن يفعلوا ما فعلوه، ولا مبرر للاعتذار لهم. إذا نقول فعلهم هذا الشرع يا إخوان هداية لنا الحمد لله أبنائنا، حتى لا ينضموا إليهم ولا يتبعوهم. وأنتم مرت عليكم فتنة سوداء بكماء صماء، المفترض أنها تعمل في قلوبكم عملها الحسن. هذا ما يفرق الإنسان أن ينضم في هذه الأفكار. لذلك هذا وصف الخوارج يا أخوان كما جاء في الحديث. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافهم العبادة، حفظ القرآن، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يحلقون رؤوسهم، لكن قال ابن تيمية هذا وصف لأولهم ليس لكلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم التحليق. ولذلك لما جاء صديق وأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع عنه أنه كان يسأل المتشابه، رفع عنه العمامة، قال لو وجدتك محلوقا لا فصلت رأسك عن جسدك، أي لو وجدتك محلوقا ستكون أو لن تكون إلا خارجية. قال ابن تيمية هذا وصف لأولهم ليس وصفا مضطردا مستمرا للخوارج. من أصولهم يا إخوان أنهم يكفرون بالكبيرة، الخوارج يكفرون بالكبيرة، لكن يعلموا بارك الله فيكم أنه ليس كل خارجي يكفر بكل كبيرة، كما ذكر ذلك أبو الحسن
الأشعري رحمة الله عليه في كتابه مقالات الإسلاميين. من من الخوارج من لا يكفر إلا ببعض الكبائر حتى لا يغلي عليكم أمر كثير منهم. يقول نحن لا نكفر بكبيرة، من شرب الخمر، من زنى، من سرق، من كذا فعل وهو مسلم، نقول فعل كبيرة وفسق بها لكنه مسلم. هذا كلام صحيح، لكن عندهم يا إخوان إذا دققتم تكفير ببعض الكبائر. أليس يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله؟ دندنتهم كل مرة من حكم بغير ما أنزل الله كفر، فيكفرون الحكام جميعا. وهذه فلسفة داعش لما قالوا لما ننتهي من العراق سنأتي كل بلاد وندخلها، وعد بسوء صلى الله العافية. هم يكفرون بهذا. وللعلم يا إخواني أن الحكم بغير ما أنزل الله له حالات. الحالة الأولى إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو ينكر ما أنزل الله ولا يعترف بشريعة الله ولا يراها صالحة، أن هذا كافر ليس بمسلم، وهذا يقول المسلم، كل مسلم يحب الإسلام. الحالة الثانية لما الله تعالى يقول في الأولى أفحكم الجاهلية يبغون. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله ويقول نحكم بالشريعة ولا شريعة نابليون سواء، هذا أيضا كافر، يعني يسوي بين شريعة الرحمن وشريعة الإنسان. ورب تبارك وتعالى يقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو مؤمن بما أنزل الله ويعترف بأن شريعة الله الحق، لكن لرغبة أو رهبة يحكم بغير ما أنزل الله. هذا باتفاق العلماء لا يكفر. يقول لا يكفر إلا إذا استحل. فهموا هذا جيدا. لا يخدعنكم مخادع يقول مسألة خلافية ويمررها باتفاق أهل العلم من السلف الصالح أن هذا لا يكفر، لكن يعترف بالشريعة مسلمون ما عنده شرك في ربوبية والألوهية والأسماء والصفات ومصلي، هذا لا يمكن أبدا تكفيره، فهو مسلم يدعى له يعان لكي يحكم بما أنزل الله، يدعى الناس إلى ذلك تيسير الأمر، نعم هذا خير. هم الآن يكفرون بهذه المسألة. كبيرة أخرى اشتهرت عندهم يكفرون بها بفلسفة ستسمعونها، يقولون الربا كبير الكبائر ولا يكفر من يرابي، لكن الذي يقنن الربا ويجعله نظاما ويحميه بالحرس هذا من يكون يقولون هو كافر. ما حقيقة الأمر يا إخواني؟ أن المسألة مردها إلى التكفير بكبيرة الربا، فلسفوها من فلسفها، لأن كل عاصٍ يحمي نفسه ومعصيته بما يقدر. لو وجدت أحد يسرق يقول السرقة حرام، سيتصل بأعوانه يقول تعالوا احموا مسألتنا، هل تكفرون هؤلاء الجماعة؟ وبنظم في حياتهم يسرق بتولي لهذا مع الأسف. ثم إذا جاء أحد يعاقبه أو يمسكه أو يمنعه اتصل بمن يقدر لكي يمنع من تلك الجماعة التي ترد عليه، فهل يكفر؟ ولذلك سأذكر لكم مسألة تاريخية نستفيد منها جدا وهي مهمة كثيرا ما يذكرها ابن تيمية رحمه الله عليه ويرددها الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه. والحقيقة مسألة تاريخية دقيقة نستفيد منها. مسألة خلق القرآن. بعض خلفاء ابن عباس كان معتصم والمحمود ابتدعوا في هذه الأمة بدعة شنيعة العقيدة، قالوا القرآن مخلوق، وأهل السنة قالوا القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، الله يتكلم ولا يمكن أن يكون شيء من الله مخلوقا.
ولذلك أجمع السلف على أن من قال القرآن مخلوق أنه كافر، لأنه ادعى أن شيئا من الله مخلوق، أجمع على التكفير. طيب المأمون يا أخي خليفة المأمون اعتقد هذه البدعة المكفرة واحد، أمر الناس أن يعتقدوها ثانيا، ثالثا أمر أن تعلم في الجوامع والمدارس والمعاهد، رابعا أمر أن يمتحن الناس في هذه الكفرية، فكان يسألون الرجل هذا هو القرآن مخلوق غير مخلوق، فإذا قال هو غير مخلوق إما إن كان قاضيا أو مش ذلك عزل من وظيفته ومنع من رزقه من راتبه، هذا أخف شيء ولا غالب يقتل. عذب الإمام أحمد ونكل به وهو رجل في عنفوان شهرته وسيادته في أمة ذلك الوقت رحمة الله عليه وحصل ما حصل. عرفتم؟ إذا هذا رجل خليفة اعتقد الكفر وقننه ودافع عنه بشرطه تمام وكتب وقرر. أنا أسألكم سؤالا وأسأل أولئك لماذا لم يكفر الإمام أحمد المأمون وجماعته؟ اعتقد الكفر وقننه وما كفره، لماذا لم يكفر العلماء؟ بل لما جاءوا جماعة من الخروج منع من الخروج قال الدماء لا يعتقون بهذا، لا تنزع يد الطاعة طاعة الخليفة، هذا هو أدب وقرر ذلك. هذه النقطة تاريخية يقيسون عليها نظهر فيكم جدا مثل هذه، لأن أتيتكم بشيء قضية الكفر أصلها كبيرة ليست مكفرة ليست كفرا، وأنا أتيتكم بما هو أشد كفر صريح متفق عليه. والعلماء في ذلك الوقت كفروا بهذه البدعة لكن لم يكفروا من اعتقدها ودعا إليها. لماذا؟ لأن الرجل كان مشتبها عليه الأمر التبس عليه، إذ أطاع قضاته كابن أبي دؤاد الذي زين له هذه البدعة فاعتقدها من الدين ودعا إليها. والعلماء لا يكفرون بالشبهة كما يخافون، كما لا يكفرون بالجهل. لمن كان يجهل أن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا فنقول لهؤلاء هذه المسائل التي تكفرون بها اليوم الحكام وتقولون من لم يكفر الحكام فهو كافر مثلهم وتجرون الحبل على غيرهم من الناس تكفرونهم هكذا كما يفعل هؤلاء يحزون الرؤوس. قيسوا عليها ما حصل وقت الإمام أحمد رحمه الله عليه. مسألة مهمة غير أهمية يستدل بها ابن تيمية رحمه الله عليه إذا كفر المرء بتأويل أو بشبهة أو بجهل أنه لا يكفر، لأن تأول حتى لو كان الكفر في أصله صريحا واضحا لا يقال فيه أصل أكبر. مسألة أخرى الخوارج في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان عندهم تخليل في الربوبية في الألوهية في أسماء الصفات، كانوا يكفرون بالكبيرة ومنها إنكارهم الشفاعة، يستدل بقوله تعالى إنك من تدخل النار فقد خزيته، وبقوله وما هو بخارج من النار، فكانوا يقولون لا شفاعة لمن دخل النار. أهل السنة قالوا المسلم الذي يدخل النار لما ارتكب من كبائر يشفع له ليخرج منها ما دام مسلما، هم أنكروا ذلك وقطعوا القرآن تقطيعا. الذين جعلوا القرآن عيدين أخذوا بشيء قالوا شيء آخر. خوارج الأولون كانوا يرون الخروج ولا أقول الوجوب، يرون الخروج يعني كلمة يعلم بها كثير من الناس، كانوا يرون الخروج على الحاكم إذا ظلم يحمل السلاح عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، قال في كثير من الأحاديث
وشرار أئمتكم وحكامكم الذين تحبون يحبونكم تصلون عليهم وتدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم وحكامكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنون ويلعنونكم. قال الصحابة بكل صراحة: أفلا نخرج عليهم بالسيف؟ قال: لا ما صلوا، وفي رواية: لا ما أقاموا الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام كلمة صريحة واضحة: ألا من ولي عليه والي المسؤول في الدولة فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله. وتروح تزيد من الباطل: يا سيد فلان عملك هذا عمل أهل الجنة، لا، أنكر المنكر ولا ينزعن يد من طاعة. تأمر الحديث: تكره المنكر لكن لا تخرج عليه بالسيف. إذن هذا ملعون مبغض. عرفتوا كيف؟ حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج عليه ما جمع عنده شعرا من الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم الله فيه برهان، متفق عليه. الحديث أول مسلم. إذا علق جواز الخروج عليه أن يكفر كفرا صريحا يبوح به، لا يقال قرأنا من بين السطور فهمنا من كلام الله، ما ينفع. من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، قال إذا قرأها أهل السنة والجماعة. قصة أسامة بن زيد لما قتل ذلك الذي كان يقاتل في الجيش. مسائل هذه الحدود احنا فقط في رؤوس أقلام حتى نأتي الوقت ولا نشق عليكم، لكن هذه الأمور يجب أن نعلمها. اليوم دخلنا في متاهات يا إخوان، كنا في فتن، كل مرة تعاد كبر، وكل جماعة تحمل السيف تقول: نحن نسعدكم ونرفع رؤوسكم كرامتكم بأيدينا. كان يقال في هذه البلاد يوما ما: ادفعوا لإخوانكم الأموال فسيرفعون الذل عن وجوهكم، فإذا بهم أرغم أنوفنا في الرغام وورطونا في المجالس الدموية. مسلم يقتل مسلم، وين الوعد بقتل اليهود وعلى ذلك؟ ذهب أخراج الجيش. أين دولتكم المزعومة؟ من أسس بنيانه على غير هدى لا يصل أبدا أبدا، لا يصل. ولذلك ابتليت الأمة بالخوارج وخرجوا على المسلمين غير مرة، بدءا بوقت عثمان رضي الله تعالى عنه. سبحان الله العظيم، عثمان بن عفان، كل سني إذا سمع بهذا الاسم تهلل وجهه، وذكر أنه ذو النورين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ذاتيه واحدة تنتهي الأخرى، رضي الله عنهم أجمعين. خليفة الراشد العادل الذي جمع القرآن نحن نقرأه اليوم الحمد لله، وكان عنده مكان وفضائله عظيمة جدا، مجهز جيش العسرة صاحبي الروما وغير ذلك، وفضائله معروفة. بشره النبي صلى الله عليه وسلم باسمه بالجنة. مع ذلك سول الشيطان لبعض المسلمين أن يقتلوه باسم ماذا؟ أنه ظالم غير عادل. هناك رواية طويلة رواها ابن حبان والبزار وابن جرير في تفسيره وابن عساكر في تاريخه وغير هؤلاء. رواية طويلة لا أعتذر منها ما تسمعون إن شاء الله تعالى، عن أبي سعيد الأنصاري أن عثمان رضي الله تعالى عنه سمع بوفد قد جاء من مصر فاستقبلهم، فلما نفذوا بين يديه قالوا: ائت بالمصحف. فأتى بالمصحف، قال: افتح على التاسعة، كانوا يسمون سورة يونس التاسعة على أساس أنها تاسعة القوى. افتح على سورة يونس، وهذا يدلكم على شدة حفظهم. كانوا زيادة القرآن يحفظون أرقام السور. افتح التاسعة،
بلى يا رضي الله تعالى عنه لما وصل لقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قالوا كيف هنا لقد حميت الحمى. الحمى يأتي الخليفة المسؤول عن القطاع الزراعي مثلا ويقول هذه قطعة الأرض عشبية ينتفع منها تنتفع منها الأنعام تأكل منها فيحميها لا يدخلها رعاة. قالوا حميت الحمى الله أذن لك مع الله تفتري هكذا خبر الله. قال أما هذه الآية فلم تنزل فيما قلته نزلت في كذا وكذا وأما الحمى فهذا الحمى ما حميته لي حميته للإبل صدقة أنعام الزكاة التي يأخذها ولي الأمر من المصدقين أصحاب زكاة يجمعها ويفرقها على المستحقين من الفقراء فكان حمى الحمى المصلحة العامة حتى تسمن ويوزعها رضي الله تعالى عنه. قال فلما توالدت وكثرت وسعت الحمى تأملوا عمل ليس لهم فيه شيء من انتقاد لكن هكذا يفعل من تربى على حب الدنيا وتظاهر بالدين. لما ذكر هذا بينهم مسألة الحمى قرأوا عليه بعض الآيات فكان يقول هذه الآية أنزلت في كذا وكذا ومشى رضي الله تعالى عنه في كل مرة ينتصر عليه. قال نريد أن يكون بيننا وبينك ميثاق فشرطوا عليه شرطا وقال لهم أبيت بهذا الشرط على أن لا تنزع يدا من طاعة ولا تفارق جماعة المسلمين. لا تنزع يدا من طاعة الأمير خليفة ولا تبلبل تدخل الفوضى في جماعة المسلمين أي في رعية الشعب بأفكارهم هذه. فقبلوا يعني بقى في هذا العقاب قالوا لكن بعد أن قبلوا عندنا شيء أن تمنع أهل المدينة العطاء. المدينة كيف تعطينا ما تعطينا؟ تأملوا كلام هذا كله يا إخوان كله حول أمور دنيا أموال. قال أما هذا المال فلمن قاتل عليه ولهؤلاء الشيوخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قاتل عليه بمعنى من خرج في جيش فقاتل الغنيمة فتوزع بين المقاتلين. كيف يأتي واحد ما قاتل يقول أعطوني من الغنيمة؟ اسمه حقا فيها. هذا واحد. الثانية كان عمر رضي الله تعالى من قبل عثمان نظم دواوين شكل وزارة يعني. من هذه الدواوين المال كيف يصرف فجعل للمهاجرين والأنصار أموالا خاصة ولأبنائهم نظرا لكونهم كانوا هم عصبة الإسلام وهم نصرة الإسلام وهم الذين حقيقة قاتلوا في هذا الدين وبلغوه في الخافقين. فكان يعطيهم رواتب من هذه الأموال. قال هؤلاء هم المستحقون. وقام فخطب عثمان رضي الله تعالى عنه بعد ذلك خطابا عاما فقال ألا من كان له زرع فليلحق بزرعه ومن كان له ضرع فليحتلبه. يعني يريد أن يقول اللي عنده وظيفة يروح وظيفته اترك هذا التشويش. جايين نشوف كل واحد يروح وظيفته لأن ينفع الأمة يبقى أمينا على وظيفته. أما هذا التشويش ليس إلا فوضى وتعطيل دولة الإسلام وإنهاء كلها وإضعاف الاقتصاد يعني. هذا يقوله عثمان رضي الله تعالى عنه قال وأما هذا المال هذا الخطاب العامة فلمن قاتل عليه ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرجوا ساخطين وقالوا هذا مكر بني أمية. هكذا العنصرية علقوه بماذا؟ بفصيلته لأصله هذا مكر بني أمية. وذهبوا يعني
بعد ما خرجوا من عنده وكانوا راجعين إلى مصر، فإذا بهم يرون رجلا من بعيد في الطريق يقترب منهم ويرجع وينادي ثم يسبهم ويرجع. يسبون كان يقول: لقد قصرتم في واجبكم. ما هو هذا الواجب؟ كان معه ورقة مختومة بختم عثمان رضي الله عنه فيها إلى عامل مصر، يعني الوالي على مصر: إذا أتاك القوم من أولئك الذين كانوا يناقشونها فإما أن تصلب أو تقتل أو تقطع الأرجل والأيدي على خلاف. لما قرأوها قالوا: الخبيث هكذا يفعل بنا؟ يجعل بيننا وبينه ميثاقا ثم يكتب كتابا يخالف فيه ويأمر بقتلنا. فرجعوا وأوهمهم ذلك الرجل بأن الذي أرسل إليهم الخطاب هو علي رضي الله تعالى عنه. تأملوا كيف يجعلون الفتنة بين المسلمين. فأتوا عليا قالوا: رأيت هذا الماكر ماذا قال ماذا فعل؟ اخرج معنا. قال: ما أنا بخارج. لما شن على رائحة الفتنة خرج من المدينة لبعض القرى، وهذا شأن المسلم بالفتنة. الذي ما يقع نجلس شارك لعلي أصلح، لا، فتنة بين المسلمين لا تشارك، أخفي سيفك، إنك أنت تقول شارك يقول شارك وثالث رابع وكل له فكرة معينة تخالف أخاه، وهكذا تزداد الخلاف. قالوا لعلي: أنت كتبت إلينا. قال: والله ما كتبت إليكم، أنا ما كتبت هذا الخطاب. فأتوا عثمان قالوا: أيها الخبيث تكتب فينا هذا الكتاب وتزعم أنك جعلت بيننا وبينك ميثاقا وعهدا؟ قال: ماذا فيه؟ فأروى. قال: والله ما كتبت ولا أمرت ولا علمت ولا أمنيت، وأنتم تعلمون أن الرجل يكون له ختم، أي خاتم يختم به الأوراق ينسج على ختمه، بمعنى يزور الختم ولا يكون له. فنصحهم وبين لهم، لكن نقضوا الميثاق وقالوا: لقد حل دمك، صلى الله عليه وسلم، استحلوا دمه ورادوا أن يؤلبوا عليه، فذكرهم وعظهم فلم تفعل فيهم الموعظة واستفادوا. ثم حاصروا بيته رضي الله تعالى عنه، بقي المدة لا يخرج من المسجد يصلي في المسجد النبوي، وكان يصلي بهم، وكان صائما ذلك اليوم. فقالوا أو تآمروا عليه فأطل عليهم شوفه فسلم عليهم. قال: فما رد عليهم أحد السلام، وما يدري هل سلم أحد في نفسه ولم يسلم، يعني عند رد السلام ما ردوا عليه السلام. وقال: أتعلمون أنني جعلت بئر روما ماءها العذب كان أعذب بها المدينة في سبيل الله، وجعلت لشاي كلشاي أي واحد من المسلمين. الشاء هو الدلو الذي ينزل في البئر لاستخراج الماء. قال: جعلت أنا دلوي كأي واحد من المسلمين، ما خصصت نفسي بذلك الماء مع أنه بئر لي أنا، جعلته في سبيل الله، وأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر. ماء نهر كان غير طيب، وكان صائما رضي الله تعالى عنه. قال الأمر الثاني يعني بئر روما، قال: تعلمون أنني زدت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة من خالص مالي، لما اتسعت المدينة توسع المسجد، وما علم أن أحدا من الناس منع من الصلاة في هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم الآن تمنعون يصلي فيه، والمسجد الذي قد بنيت فيه زيادة. ثم ذكر لهم يعني بعض المسائل الأخرى فيما آتاهم من حسنات، كل هذا يذكرهم عساهم يرجعون. ثم قال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث معروف لديكم. قال: الثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق للجماعة لكل دينه، كما جاء في الصحيحين.
قال والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام. قالوا ما قتلت نفسا بغير حق ولا فارقت ديني منذ أن هداني الله إليه. فبأي حق تستحل الدم؟ فذكرهم بهذا كله، مع ذلك ما نفعت فيه الموعظة. فدخل على رجل بسيفه فقال بيني وبينك الله، فرمى بالسيف وخرج. ودخل الثالث بسيفه فقطع يده اليمنى حتى كادت أن تقطع أو قطعت. فقال رضي الله عنه قال هذه كنت أكتب بها أول من كتب المفسر القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، تشلونها عن الجسم. ودخل ثالث بمشقص حديد أو تشبه المقص فطعن به حتى سقط دمه على المصحف الذي كان ناشئه يقرأ فيه على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه يا إخوان قصة الخوارج. من فعل مثل هذا لا تستبعدوه أن يفعل شرا منه في هذه الأيام. ولا يقول لنا قائل الذين يحوزون الرؤوس اليوم ليسوا إلا الغرب متصورون في صورة الإسلام، أبدا. فينا من هذا الفكر الغليظ، وأنتم أهل الجزائر قد عرفتم هذا عن كذا، ورأيتم ما رأيتم فتن عويصة متلاحقة. قتلوه رضي الله تعالى شر قتله، وكان قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في المنام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم المنام قال يا عثمان تفطر عندنا الليلة. قتلوه صائما يقرأ القرآن ولم يروا عن ذلك. وقد وجدت هذه الطائفة المنحرفة اليوم من يرثها مع الأسف باسم الحكم أنزل الله لاستخلاف الأرض، باسم إرجاع الحقوق أو الحق إلى نصابه، يفعل هذه الأفاعيل بالمسلمين. فلا تنخدعوا معشر الحضور لهذا الفكر ولا بأهله. خرجوا بعد ذلك على علي رضي الله تعالى عنه، وكان يخطب في المسجد على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالكوفة أيضا يخطب. فجاء هؤلاء القوم من آخرة المسجد وهم ينادون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا الله، وحكم جماعات ولا فعل هذا الكلام. فقال علي كلاما عظيما، قال كلمة حق أريد بها باطل. رواه مسلم. هذه كلمة الحق الحكم لله. نعم كلنا نقول هذا الكلام، الله يحكم فينا في الصغير والكبير، خلقنا ربنا عز وجل، لا نحسن شيئا إلا ما علمناه سبحانه وتعالى. لا نعلم شيئا ولا نتمكن من عمل صالح إلا بما وفقنا إليه سبحانه. قال كلمة حق، لكن الفساد فساد باطل أريد بها باطل، إرادة فاسدة. تكلموا بكلام حسن والقلوب فاسدة. أنتم تعلمون أن الإسلام جاء بإصلاح الظاهر والباطن، وإصلاح الباطن أعظم إصلاحين. قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ربنا عز وجل فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال تعالى إن يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا ما أخذ منكم إلى آخر الآية هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهذا هو ديننا بارك الله فيكم. وإلى هذا انتهى القوم وقال
وهو خارج إلى المسجد يصلي بالناس الفجر ما يردهم شيء، صلى الله العافية. احفظوا أبناءكم هذا الفكر. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي كثرت وتشعبت والناس مسرفون فيها غير مقتصدين، والأفكار الهدامة تدخلهم. والله العظيم لا نعلم إلا أن يكون الحكم لله، لكن بيننا وبين القوم في الطريق الموصل إلى ذلك. نحن لا نسلك طريقهم من الدعوة والإرشاد والبيان للناس والتعليم، هذا هو الدين الذي أتى به ربنا عز وجل. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشركين. هذا السبيل الموصل، غيره مضيع الأوقات، مضيع الأعمار، مضيع الأرواح، إفساد لأموال المسلمين. نعلم كثيرا أننا مقصرون، نعلم أن مجتمعاتنا فيها فساد عريض، نعلم هذا، وكلنا يشارك في هذا الفساد على أساس. لكن سبيل الإصلاح ما سمعتم قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. زارني في إحدى السنوات رجل، وقد كنت في مكتبة المسجد النبوي، فقال: أنا من بلاد كذا وكنت مع الجماعة المسلحة. قلت له: أهلا وسهلا. قال: أنا أريد أن أتكلم معك. قلت: أنا مشروط، أنا من طريقة مع هؤلاء الذين يتوبون أو يزعمون التوبة، من ما أكبر عليهم توبتهم حتى لا أخفف من وطأة ما فعلوه. إذا تاب إلى الله إن كان صادقا يكفيه بينه وبين الله، لا يتعلق بأحد الخلق، لا سيما قد ارتكبوا جرائم وارتكبوا. ثم قال لي: أنا تبت، هكذا يقول، أنا تبت. فلما رأيت عينيه قد غرقتا بالدموع قلت له: تأتي من البيت. فجاء من البيت وقال وحكى لي أشياء يبدأ لها جميل، أشياء لو لم أنني عرفت أن رجل صادق من أصحابي الذين أعرفهم بعد ذلك لا كنت أصدقها. رأى أشياء غريبة جدا. قال: مما رآه أن رجلا كبيرا في السن كان مع القوم الدمويين، فقال له أمير الجماعة: لا بد أن تأتي لابنتك المتبرجة من قريتك لنقيم عليه حد الله. وكانوا هكذا يجسون نظر أتباعهم، هل هم حقيقة أوفياء لإمارتهم طائعون لها مجاهدون في سبيل الله لا تلقهم عاطفة ولا غير ذلك؟ لا. فقال: يا جماعة، أنا دمي مهدر في قريتي ويعرفونني جميعا، فكيف أدخلها وكيف أستخرج ابنتي وأتي بها عنوة عندكم؟ ما يمكن. قالوا: هذا الأمر وإلا. قال: ما أستطيع. فاجتمعت اللجنة القضائية، زعموا عندهم اللجنة الشرعية في الكهوف والجبال والغيران، قالوا: هذا يجرئ الناس على عصيان الأمير ولا بد أن يحكم الله فيه. ويقول لهذا الأخ هذا: ما أقول غالبا كل أحكامهم لا تخرج عن قتل، السارق والقاتل سواء، العاصي المسلم والمشرك سواء، كلهم عندهم حد واحد، تعزير الواحد كله سيف قتل. فقال: فأجمعوا على أن يقتلوها. وكان معه ابن هذا الشاب دخل في الدين وبدأ الصلاة من توه معهم فقط، ما عرف الدين من قبل. قال: بين لك بين لنا ولا أكل هذا الدين. أعطوه، قال: سكينا يشبه السيف.
القتل قتل أبيك لا يكون إلا عن يدك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم. يلا بين ولو كان أباك. المسكين ما يعرف شيئا، هكذا لقنوها، مسك بالسكين وذبحوها وذبحها صلى الله عليه وسلم. وكانت معهم امرأة الشيخ الشايب عجوز، كانت تخرج تأتي بما يحتاج إليه، تأتي بالأخبار. فاجتمعوا قالوا: يا جماعة قتلنا زوجها وقد تأخذها العاطفة فتدل علينا، تهرب تدل علينا. طبعا العجوز ما تقاتل، لكن لابد أن تخرج لما تخرج إليه. فقالوا: نخشى أن تأخذها العاطفة تدل علينا، قتلناه وشرعا نقتلها سلسلة. صلى الله عليه وسلم القابل المصطلحات. نعم. يقتلونها سلسلة. يقول لي: قتلوا زوجها في الصباح وفي المساء أتوا بولد مسكين أعطوه السكين وقال: هذه أمك، لا بد أن تحتسب الأجر عند الله في قتلها حتى تبقى عصبة المؤمن المجاهدة ثابتة لا تشوبها شيئا. قال: فما كان منه إلا أن ذبحها ثم جن هذا الولد، جن في لحظة. هذه واحدة من شاهد عيان تبين لكم شراسة الحب وتبين لكم ما كان عليه. وقد ذكرت لكم ما حصل في وقت عثمان رضي الله تعالى عنه وما حصل في وقتنا هذا. وكانوا يخرجون، خرج على كل أمير، على عثمان، على علي، خرجوا على معاوية، كتب الوحي على عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الزاهد رضي الله عن الجميع. وهلم جرا في كل عصر يخرجون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال. لأن الدجال يهوز بيقين الناس، هم ليس لهم يقين. لو كان لهم يقين في النصوص بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفوه وخالف أصحابه. مع هذا يا إخوان أنا أتعجب من قصة عثمان رضي الله تعالى عنه في مختلف، وتعجب من رجل مشروع لديكم يسمى سيد قطب، كتب كتابة عجيبة عن ثورة الثائرين على عثمان، ما هي نتيجة قالها في كتابه العدالة الاجتماعية في الصفحة 89 بعد 100 من طبعة 5. نذكرها بحذافيرها حتى لا يقال تقوت من الرجل. أنا أتعجب بعقلية قال: وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بيقين أو بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن كل الثورة الذي خرج عثمان، أن كل الثورة في عمومها كانت أقرب إلى روح الإسلام واتجاه موقف عثمان. في مسلم ولا الكلام؟ في المقابل في مسلم يعيش الفرق. الثورة مع عثمان أقرب إلى روح الإسلام من موقف عثمان، قال: وبالأدق من موقف مروان ومن ورائه بني أمية. تمام. هي عقل المسلم ولا الكلام، مسلم ولا الكلام، هذا ما الأسف موجود. يقرأ أبناؤنا وتسمم أفكارهم مثل هذا. مثل هذا الكتاب وكاتبه أحق بأن تمنع في الأسواق من أن تمنع كتب الشيخ محمد صديق الألباني أو كتب الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه وغير ذلك من المصلحين الحقيقيين. الدولة الجزائرية استعانت بالشيخ الألباني رحمه الله أيام الفتنة السوداء، وكان بعد الله عز وجل السبب الأول، نقول أول مباشر، في إطفاء النار وتخفيف وقعتها. ثم يأتي بعض من تشرب الخرافة ويعبد الله بالخرافة يذهب إلى بعض المسؤولين في هذه الدولة ليقنعهم بمنع كتب الشيخ الألباني.
هكذا هل جزاء الإحسان الإحسان؟ هكذا الوفاء مصيبة المصائب. فلذلك ينبغي لنا أن نحذر من هذا التوجه وأن نرجع بأفكارنا المنحرفة إلى عقيدة السلف، وأن نقرأ تاريخنا قراءة فقيهة ليست معزولة عن أقوال أهل العلم المدعى بالكتاب والسنة وأفعال السلف وفهم السلف. هؤلاء الذين كانوا على الحق المبين حقيقة. أما أن يأتي رجل فيكتب في مجلته يقول فتوى خطيرة الشام، تعملوا في جواز قتل الذرية والنسوان درءا لهتك أعراض الإخوان. فتوى خطيرة الشام وقد صدق، وإن كان كلمة خطيرة وقال من عظيمة. خطيرة الشام في جواز قتل الذرية والنسوان تأملوا صريحة، ما تتستر بجيب حجاب سافرة عنه في بيان ضلالها درءا لهتك أعراض الإخوان. يقول هذا الرجل حتى لا تعذب الدول من تمسكه من جماعاتنا فإن سنقتل الذرية والنسوان بدءا بأبنائهم ونسائهم وعامة الناس. وفعلوا هذا. كيف ذلك؟ قال حتى نحد منهم، نحد من تعذيب الناس، يعني بالظن تقتل من حرم عليك دمه بيقين. كيف هذا؟ من أين هذا ذلك؟ وبعدها يكتب في المجلة نفسها كلمة عظيمة والعافية عظيمة في الإجراء، يقول إن أحل الحلال. عفوا يقول أنا أستغرب من كثير من جماعاتنا المنتمين إلى فكرنا، فكر التكفير الدموي، كيف يقنعون بإعانة رجال أعمال أو تجار لهم لدعم الجهاد يعني بأموالهم أو بالتمويل الذي يمولونه جماعاتهم، مع أن الله قد أحل لهم أحل الحلال. ما هو أحل الحلال؟ قال هذا المال الذي تجد إليه الذي يحل بأيديكم سواء كنت في بلاد كافرة أو بلاد مسلمة هو حلال زلال. ولذلك كانوا يدخلون كبار الأسواق يأخذون أشياء بلا دفع ثمن، وقال هذا فيء لنا حلال لنا في حرب. هذا يعيش في بريطانيا اللي قال هذا الكلام. وأعرف من كثير منهم أنهم ضبطوا بعض نسائهم يخرجن سارقات للسوق وهن بالجلباب مع الأسف، وتضبط. ويا لخيبة المسلمين استغفر الله العظيم، ويا لتشويه الإسلام مثل هذه الصورة. هذه إحدى الجنايات. يعيشون بلا حرب، عايش هناك على إعانة الكفار لهم لأنهم لاجئون سياسيون زعموا، ثم يخونون ما دخلوا به من تأشيرة فيسرقون بغير حق. وأعرف هذا شيء كثير، لكنني لعلني أكتفي بهذا الموضوع. أظن ما سمعتم، وأظن أن الإنسان الشيء القليل يكفيه، والله تبارك وتعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويتوفاني وإياكم على الإسلام والسنة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإسلام أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد
والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر شيخنا الفاضل على هذه الكلمة الطيبة والتوجيه العظيم بما ينفع المسلمين إن شاء الله تعالى، ويكون سببا في اجتماع شمعهم وسلوك سبيل ربهم سبحانه وتعالى وفق الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة، بعيدا عن المناهج الضالة والمنحرفة والتي خص الشيخ اليوم بذكر منها طائفة الخوارج التي أهلكت الحرث والنسل في القديم والحديث. وهناك بعض الأسئلة فتفضل الشيخ بالإجابة عنها مشكورا جزاه الله خيرا. السؤال الأول: هناك من إخواننا من يقول، وقال السلام عليكم شيخنا، هناك من إخواننا من يقول عن العلماء أنهم يحكمون على هذه الجماعات ويخصون بذلك منهم داعش، يحكمون عليهم من خلال الإعلام ومن خلال ما يملي عليهم الحكام، فما حقيقة ذلك وما هي النصيحة توجهونها لهم؟ أنا سأجيب بشيء واحد فقط. قال لي أحد الإخوة: الظاهر أن قتل ذاك الطيار الأردني مصنوعة محبوكة ليست بصحيحة. قلت له: ما هو الدليل؟ قال لي أن بعض المنظمات الغربية أنكرت ذلك. قلت: سبحان الله، وهل أنكرت داعش ذلك؟ قال: لا. قلت له: ما هذا المحامي بلا فلوس؟ بلاش يحامي عنهم بلا فهم. هم ما أنكروا أنهم قتلوا وأحرقوا ذلك الحرق الشنيع وغير ذلك، ثم منظمة كافرة. كيف نصدق كافرا وصاحب الدار يقول أنا فعلت؟ عجيب يعني. فأنا أقول يا إخواني، قلت لكم لا أشك أن الغرب هو الذي ينعش هذه الأشياء ويستغلها ويضرب بها الإسلام والمسلمين، ووجدوا أن المسلمين جميعا صاروا كما يقولون إرهابيين. هم يودون هذا حتى يقضوا على الإسلام من أول إلى آخره. وربنا سبحانه وتعالى نصر دينها ولا محالة، لكن حقيقة هناك أشياء مشوهة نعلم هذا، لكن أشياء لا يعني ينكرها أصحابها، فعلم هذا الاعتذار. نعم. إلى هنا نحن أيضا قول سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وقتلهم طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوها، الحديث، هل نستطيع أن نقول بأن من قتل على يد الخوارج أن هذا من حسن الخاتمة؟ عجيبا، هذا حديث معكوس الفهم. طوبى لمن قتلهم، هذا حديث اسم الخوارج، وطوبى لمن قتلوه، هم قتلوا من؟ طوبى لمن؟ طوبى لمن قتلوه أي المقتول، هذا مفعول به. إذا طوبى للفاعل قاتل الخوارج، وطوبى للمفعول به أي المقتول من قبل الخوارج. وين تسكيت الخوارج؟ يعني المقصود هذا المقتول، هل هذا إذا قتله الخوارج هل يكون ذلك من حسن الخاتمة له؟ حسن الخاتمة يا إخواني ترجى لصاحبها، ولا يعني يحكم له بيقين. ما يقال فلان قتل الخوارج إذن فهو شهيد من الجنة. نقول نرجو أن يكون شهيدا، إن الأمور الموت والجنة وما نعلم عند الله. نعم، لأن الله تعالى يقول: تعلموا الله بدينكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، عودتنا بكتبك النافعة المباركة، فهل يعني يمكن نرجو منكم تأليفا يعني يتعلق بالفتنة الأخيرة التي تقع في العالم الإسلامي؟ نعم، جزاك الله خيرا. لكن أقول أنا كتبت الآن بعضها كالكتاب قد يصلكم هذه الأيام وطبع ما عندكم الحمد لله لإعداء المعتدلين يهددوا الصغار، وهذا خاص كما سمعت من كلام سابق من كلمات تعرضت لمحتوى الكتاب الذين يعتدلون هذه الفئات والطوائف بالكتاب والسنة وآثار السلف. ويصل إن شاء الله قريبا عندكم كتاب عجالة المتوثب للخروج على الحاكم المتغلب. هذه فتنة الوقت قال صار كثير من الناس بتأثر مما سمي الربيع العربي يرون أنه لا يمكن أن تسترجع الأمة عزها ومجدها إلا بالخروج على الحكام الحاليين. أنا ذكرت معتقد السلف الصالح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم مجرد
في معاملة الحكام في هذا الكتاب، وسيصل إن شاء الله كتاب آخر موسع في الرد على الشبهات التي تحبك في هذا الباب، والله أعلم. سؤال آخر وقد يكون خير إن شاء الله تعالى، أنه هناك معذرة للإخوة الذين طرحوا أسئلة أخرى لضيق الوقت فيعذرون إن شاء الله تعالى. سؤال آخر أنه قال في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، يعني من يقوم بهذا العمل قتال الخوارج وقتلهم، يعني من يتولى هذا الأمر؟ نعم، لقد أحسن السائل، لأن هذا الأمر تتولاه الدولة، غير كل واحد خارج الآن هنا، كل من يعلمه خارجيا أو فكر خارجي يقص راسه. هذا صنيع الدولة التي تقتل الخوارج أو لا تقتلهم تعاملهم، هذا شأنها، لأن القصاص كل القصاص والحدود ترجع إلى الدولة، والله تعالى أعلم. وأنا من جهتي يعني أزف للإخوة محبتنا لهم، وهذه المحبة لا تمنع أن أقول لهم كنت أرجو أن أسلم على كل واحد منكم واحدا، لكن نظرا لسفري بالطائرة قريب يمنعني من ذلك، فعساكم ترفقون بنا، فيكفي أن اجتمعت القلوب والأبدان هنا، والله تعالى يجمعنا في تلك الدار، والحمد لله رب العالمين. أنا سأنتظر قليلا المسألة أنا أختم إن شاء الله تعالى قبل ذلك في أمور. فأولا نكرر الشكر للشيخ شيخنا الجليل وإجابته للدعوة وإكرامنا بهذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، ونكرر الشكر لكل من ساهم بهذا اللقاء من مسؤولين محليين. وأنا نسيت أن أخص بالذكر أخونا عمار أيضا، لأنه بذل جهدا وهو الذي استقبل الشيخ على الحدود ثم قدم من تونس وانتظر يعني طويلا لظروف معينة، فنشكر جزيل الشكر. وفي الختام جرت إعادة جمعية العلماء المسلمين أنها تكرم يعني ضيوفها بهدية بسيطة أو يسيرة، يعني نرجو الله عز وجل قبولها، ونرجو من الشيخ قبولها أيضا. فهي أقل شيء يعني يمكن نظهر فيه الشكر والامتنان للشيخ ويعني جزاء عمله وحضوره معنا بحمد الله عز وجل. فيتفضل الأخ ممثل مشاركة العلماء الشيخ عبد الوهاب بلوش لتقديم الهدية لشيخنا الفاضل، وبارك الله فيك. ما نختم ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم جميعا وطبتم وطاب مشاكم واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.